ملك ظالم حكم 400 سنة، قال إنه إله وتحدى ربنا نفسه، فكانت نهايته على إيد أضعف مخلوق، بعوضة. النمرود هو أول جبار في الأرض، كان حاكم ظالم، فضل يحكم شعبه 400 سنة بالحديد والنار، كان بيعبد الأصنام لحد ما نصب نفسه إله وأمر الشعب بعبادته. وهو كان واحد من الملوك الأربعة اللي حكموا العالم، كان في منهم 2 مسلمين وهما سيدنا سليمان وذو القرنين، وكان في 2 كافرين، بختنصر والنمرود. في يوم من الأيام كان النمرود بيغتسل في حمامه وحواليه كل جواريه، فجأة دخل عليه رجل غريب. الراجل ده بص للنمرود بسخريه وقال له: انت بقى اللي هتحكم الارض بمن عليها؟ النمرود غضب جدا من السؤال وامر بقتله وقتل كل الجواري اللي كانوا موجودين في المكان وسمعوا الكلام. وبعد ما النمرود طلع غرفته لقى نفس الراجل موجود قدامه. النمرود خاف جدا وساله: انت مين؟ قال له: انا ملك النور، لو عايز تحكم الارض بمن عليها فعلا لازم تشوفني بهيئتي الاصليه وتنفذ كل اوامري. وافق النمرود وظهر الراجل بشكله الحقيقي، وكان ابليس. امره ابليس ان هو يسجد له مقابل ان هو يمنحه الملك والقوه والسلطه. وافق النمرود وباع نفسه للشيطان مقابل كل رغباته. علمه ابليس كل فنون السحر وامره بقتل ابوه عشان ياخد الملك. وبكده النمرود بقى ملك الدنيا وما عليها. وفي يوم من الايام شاف النمرود حلم في منامه، كوكب طلع في السماء نوره غطى على نور الشمس. ولما رجع للكهنة والمنجمين فسروا له الحلم ده وقالوا له إن في ولد هيتولد السنة دي هيكون هلاكك على إيده. أمر بعدها النمرود بقتل كل ولد هيتولد في السنة دي. في السنة دي اتولد أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام. ومن خوف أم سيدنا إبراهيم على ابنها خدته في كهف بعيد ربطه لحد ما سيدنا إبراهيم كبر وبقى شاب. وبدأ سيدنا إبراهيم إن هو يواجه عبادة الأصنام والنمرود. وفي أول لقاء بين سيدنا إبراهيم والنمرود والموكب بتاع النمرود ماشي، كل اللي موجودين في المكان سجدوا ما عدا سيدنا إبراهيم. فوقف النمرود بكل تكبر وقال له: من ربك؟ فرد عليه سيدنا إبراهيم وقال له: ربي الذي يحيي ويميت. فرد عليه النمرود وقال له: أنا أحيي وأميت. وجاب 2 قتل 1 وساب التاني يعيش. فرد عليه سيدنا إبراهيم قال له: خلاص احيي اللي انت قتلته. فالنمرود سكت. فرد عليه سيدنا إبراهيم وقال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فسكت النمرود وعجز إن هو ينفذ أي حاجة من اللي قالها سيدنا إبراهيم، وما كانش في إيده غير إنه يمنع سيدنا إبراهيم من إن هو ياخد الطعام. من وقتها بدأ سيدنا إبراهيم في دعوة قومه لعبادة الله وترك عبادة الأصنام. ووقت احتفالهم راح سيدنا إبراهيم كسر الأصنام كلها ما عدا أكبر واحد فيهم. ولما رجعوا لقوها متكسرة جابوه سألوه: مين اللي كسر الأصنام دي؟ قال لهم: اسألوا كبير الأصنام. فعرفوا إن سيدنا إبراهيم بيستهزأ بيهم، فراحوا للنمرود وحكوا له. النمرود غضب جدا من سيدنا إبراهيم وأمر حفرة كبيرة جدا ويشعلوا فيها النار. وكانت الحفرة دي بطول المدينة كلها. رموا فيها سيدنا إبراهيم وسابوه، وفضلت النار شغالة أيام كتير. ولما النار اتطفت اتفاجئوا إن سيدنا إبراهيم زي ما هو، النار ما عملتش فيه حاجة غير إنها فكت القيود اللي كان مربوط بيها. اللي حصل ده خلى ناس كتير تؤمن برب سيدنا إبراهيم، وده ما كانش عاجب النمرود. فضل النمرود في عناده وتكبره بالرغم من إن ربنا أرسل ليه ملك و2 و3 يدعوه للتوحيد، لحد ما تحدى ربنا وقال: اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وأرسل ربنا ليهم جيوش من البعوض أكلتهم كلهم ما عدا النمرود. ربنا سلط عليه بعوضة دخلت من أنفه وفضلت في دماغه، وما كانش بيرتاح غير لما يتضرب بالحديد والنعال على دماغه. فضل النمرود يتعذب بالبعوضة دي لمدة 400 سنة، ودي كانت نفس فترة ظلمه وتكبره على الناس. والبعوضة دي كانت سبب في هلاكه. ودي كانت قصة أول جبار على وجه الأرض، ملك ظالم باع نفسه للشيطان وتحدى ربنا، ونهايته كانت درس لكل ظالم في الدنيا. استنونا في قصة جديدة.